بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق. ورحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأكرم نزله، ووسع مدخله، وجعل نزله الجنة. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. وبعد، فإننا في هذا اللقاء اجتمعنا لنشيع راحلا بجسده، لكنه باق بأثره. ترك الأثر الطيب في كل خصال الخير. كان خلوقا، كان حليما، كان رحيما، كان يسعى في خدمة الناس، وكان يسعى في مرضاة الله عز وجل. وأشهد الله عز وجل شهادة برأي العين أن هذا الرجل كان بعيدا كل البعد عن الخلافات والمناوشات وأمور الشقاق والخلاف كل البعد. فحين يرحل عنا اليوم إنما يرحل بجسده، والجسد إنما هو حفنة من التراب، كما أن الروح نفخة من الوهاب. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة أفضل ليلة مرت به، وأن ينر قبره، وأن يجافي الأرض عن مضجعه، وأن يثبته عند السؤال. ثم أما بعد، كنا نستمع منذ أمد غير بعيد إلى آيات الحق جل وعلا. قال فيها مولانا جلت قدرته: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ربنا بيستطلع الآيات بقوله وسارعوا، وتلك عادة القرآن الكريم، كلما يأمر المؤمنين بأمر من أمور الخير يشعث فيهم الهمم ويبعث فيهم السرعة. وسارعوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. لكن أمور الرزق التي تكلف الله بها لا تشغل بها بالك، فإن رزقك مضمون وفي مأمن عند الله، حيث قال الجليل وفي السماء رزقكم وما توعدون. وحين تحدث عما لله قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني بيطمنك، بيقول لك انت اللي ليك في السماء بعيد عن الجائحة، بعيد عن السوسي، بعيد عن الدودة، بعيد عن الآفات، مش محتاج رش، مش محتاج تخزين كويس، لانه في مأمن في معية الله بأمر الله، خافش عليه. بس انا عايزك بقى زي ما بنقول لك على طلب الرزق امشي بالراحة، لان رزقك مضمون، ما تجريش. لكن في طلب الجنة ورضا الله ومغفرته سارع، اجري، سابق. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يعني يلي انت عايز المغفرة، يلي انت عايز الرحمة، يلي انت عايز رضا الله، يلي انت عايز الجنة، يلي انت عايز الفوز بأن تكون من المتقين، تعمل ايه؟ قال لك اول حاجة الذين ينفقون في السراء والضراء. والعاقل المؤمن العاقل الذي يتفكر في امر نفسه وفي امر دينه وفي امر دنياه يجد ان افضل ما يتوصل به الى الله انما هو الانفاق ابتغاء مرضات الله. وانفقوا، قل انفقوا طوعا، واخد بالك، يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ايات كثيرات تنادي على المؤمنين بالنفق. ليه النفق؟ هو ربنا فقير يعني عشان عباده اللي انت هتنفق عليهم محتاج انك انت تساعده؟ لا، انما هو لك. افضل حاجة لك في كل العبادات ان تتصدق، ان تنفق. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وانفقوا، خلي بالك من الايه بعد كده، وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني
إلى أجل قريب فأصدق. اشمعنى الصدقة بالذات اللي الرجل وهو بيموت يقول ربنا والنبي تأجلني أخرني رجعني عشان أتصدق؟ لأنه بيشوف شريط عمله أمام عينه ساعة خروج الروح، بيلاقي أفضل شيء عمله هو الصدقة، فبيبقى نفسه يرجع تاني عشان يتصدق، بس مش يصلي ولا يصوم ولا يحج. طب ما سيدنا النبي ما حلفش ابدا على حاجة خالص الا الصدقة، مع ان سيدنا النبي لما يقول لنا على حاجة نعملها ما نسألش ما نجادلش، اول ما يقول نعمل مصداقا لقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومع ذلك النبي حلف يمين وقال ثلاثة احلف عليهن واحدثكم بحديث فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة. ده في حاجة كمان على فكرة، الميت لما بيموت ما فيش افضل شيء نعمل له من الصدقة. الصدقة والدعاء افضل حاجة سريعة، بمجرد ما تعملها بنية انها تكون على روح فلان تروح له في سنة قبل ما تخلص. سيدنا النبي قال ايه؟ ثلاثة احلف عليهن واحدثكم بحديث فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة. طب هو انا عايز المؤمن لما يسمع ان النبي حلف على شيء يبقى بالنسبة له ده يقين، بل ان المؤمن اذا سمع رسول الله يتحدث فان كلام رسول الله وحي. اتفضل يا مولانا. إذا تحدث الأمين فإن حديثه وحي من السماء، لكنه أقسم وقال ثلاثة أحلف عليهن وأحدثكم بحديث فاحفظوه. أول الحلفان ما نقص مال عبد من صدقة. طب هو فعلا اللي بيتصدق ما بينقص ماله؟ يعني عم الشيخ عمرو معاه 1000 جنيه تصدق منه ب100، لو سألته فاضل معاك كام من ال1000 يا عم الشيخ هيقول لي كام؟ لو قال لي 900 يبقى غلطان. ليه غلطان؟ في فرق بين الحساب الدنيوي الحساب بتاعي وبتاعك انت في الدنيا، انا بنكلمك بلسان حال الاخرة والجزاء الاخروي. نعرفك ليه؟ طب نعرفك انت مالك ايه اصلا الاول. طب ايه الفرق بين الرزق والمال؟ الرزق والمال، انت عندك 100,000 جنيه، رزقك منهم كام؟ رزقك منهم اللي بتاكله واللي بتشربه وبتلبسه. كلت وشربت ولبست في اليوم ب200 جنيه مثلا، يبقى دي رزقك. انما الباقي بتاع ال100,000 اسمه ايه؟ اسمه مالك. فهناك فرق بين مالك ورزقك. طب اسمع ربنا بقى وهو يقول لك يا ابن آدم تقول مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت.
إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فإيه فأبقيت. لما نقول لك أنت تصدقت ب100 جنيه من ال1000 يبقى فاضل كام؟ يبقى فاضل 100 واللي ضاعوا 900. لما نتصدق ب100 من 1000 على كلام ربنا، أو تصدقت فأبقيت، يبقى أنا اللي معايا فاضل 100 واللي ضاع 900. يبقى من هنا كذب العبد والحساب، وصدق رسول الله حين قال ما نقص مال عبد من صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب، وقال الصدقة تقي مصارع السوء، وقال الصدقة ترفع الدعاء، وقال الصدقة تمنع البلاء، وقال الصدقة تذهب الداء. بل قال النبي المصطفى اتق النار ولو بشق تمرة. اتق النار ولو بشق تمرة. حتى الحر ده ما هو ده من فيح جهنم. لكن وهل يغني من تصدق بشق تمرة؟ هل يغنيه ذلك ان يتقي نار جهنم بها؟ اللي ما عندوش غير تمرة لو تصدق بنصفها وقته حر جهنم. اللي ما عندوش غير تمرة. لكن اللي عنده مخازن عريضة يتصدق بنص تمرة فحش. يجب على المؤمن كامل الإيمان أن ينفق في سبيل الله بقدر ما من الله عليه. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. ليس لك يا ابن آدم مال، إنما المال مال الله، وسوف تحاسب عليه. فعليك إن كنت صادقا تقيا نقيا زاهدا ورعا أن تعمل لنفسك قبل يوم موتك. واعمل حسابك ان ما حدش بيعمل لحد. والله ما تنتظر حتى عيالك يعملوا لك بعد ما تموت. حاسب نفسك واخرج وتصدق وانفق. حكاية شق التمرة يقي نار جهنم، احنا بنقول انفق بقدر ما من الله عليك. ربنا اعطيك خير يا من، انفق يا راجل انفق. ذهبت امرأة الى قصر احد اغنياء المسلمين، معها صح وخبطت على القصر. خرج عامل القصر قال ماذا تبغين؟ قالت اريد بعضا من العسل ليتناول اولادي فطورهم. عندي اولاد ايتام وعايزاهم يفطروا، ادوني شوية عسل في الطبق. فذهب فاخبر سيده، فامره سيده بان يعطي المرأة قنطارا من العسل. قنطارا كناية عن العطاء الكثير. فقال العامل يا سيدي لقد جاءت تطلب بعضا من العسل لأولادها يقتاتون به. قال له يا هذا إنها جاءت تطلب على قدر حاجاتها ونحن نعطيها بقدر ما من الله عليها. صدقة. الذين ينفقون في السراء
والضراء. ولذلك ربنا يقول لك في الحديث القدسي أحب ثلاثة وحبي لثلاثة أشد. أحب الفقراء وحبي للفقير السخي أشد. ما هو هيجيب من مع فقير ومع ذلك هو سخي. خد بالك في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. تلك عبادة أخرى هدانا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب ولك الجنة. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بالمقابل زي ما ربنا بيحب العافين ربنا بيكره غير العافين. سيدنا النبي يقول لك ألا أدلكم على شراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله إن شئت. قال شراركم الذين لا يغفرون ذنبا ولا يقبلون معذرة ولا يقيلون عثرة. يعني لما يجي لك واحد اخطأ خطأ في حقك بقصد او بدون قصد، ان كنت كريم تقبله، ان كنت حليم تقبله. ويوم ان تكون كريما فلن تكون اكرم من اكرم الاكرمين الله الكريم. يوم ان تتكرم على خلقه فسيجازيك اكثر من فعلهم لانه هو الكريم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. واحد بيعتذر لك من الايمان ان تقبل. واحد اخطأ من الايمان ان تعفو. من الايمان ان تصافح. تلك علامات على كمال ايمان المرء في طريق الله. وصدق من قال كن قابل العذر واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا امر وسواس. فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هلا تذكرت يوما انت مدركه، يوما ستخرج فيه كل انفاس، يوم الوداع عن الدنيا وزينتها، يوم الرحيل شديد البطش والباس، ويوم يجمعنا والارض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، والناس في منتهى جوع وفي عطش وفي هم وفي غم وإفلاس. يفر كل امرئ من غيره فرقا. هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ ويبعث الله أملاكا منادية هيا تعالوا إلى رب مطعم كاس. هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة. يلا هيا تعالوا إلى بشر وإناس. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تصافحوا تصالحوا تخلقوا بأخلاق نبيكم
ترزقون وتنصرون وتجبرون. أسأل الله عز وجل أن يغفر لراحلنا وأن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم إنا نسألك أن تيمن كتابه وأن تيسر حسابه، لا تعاتبه ولا تحاسبه، واجعلنا له شفعاء وشهداء يا رب العالمين. شكر الله سعيكم جميعا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.